بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبناء وبناتي طلبة تالتة ابتدائي. بنستعد إن شاء الله لامتحانات شهر إبريل، وبعدها إن شاء الله امتحانات آخر العام. النهاردة إن شاء الله هنستعد وهنحل مع بعض مجموعة نماذج أسئلة من كتاب الطالب وكتاب التقييمات. Choose the correct answer. اختار الإجابة السليمة. Number 1. We follow the نقط. نحن نتبع إيه؟ To keep everyone safe at home. علشان نحافظ على الجميع بأمان في البيت. يعني ايه اللي احنا بنتبعه علشان كل واحد يبقى بأمان في البيت. يلا نشوف الاختيارات. We follow the flowers. flowers يعني زهور، طبعا خطأ. We follow the emergency. بنتبع الطوارئ، طبعا برضو خطأ. We follow the rules. بنتبع القواعد. very good، دي الإجابة الصح. We follow the rules. نحن نتبع القواعد to keep everyone safe at home. علشان نحافظ على الجميع بأمان في البيت. Number 2. I eat نقط at 7 a.m. أنا باكل إيه 7 صباحا. a.m. يعني صباحا، عكسها p.m. يعني مساء. يلا نشوف الاختيارات. I eat lunch. أنا باكل الغداء، طبعا خطأ. I eat dinner. أنا باكل العشاء 7 الصبح، برضو الإجابة خطأ. أكيد كلنا عرفنا الإجابة. I eat breakfast. أنا باكل الفطار at 7 a.m. الساعة 7 صباحا. Number 3. أو آن نقط is a place. هو مكان with many trees. بأشجار كتيرة. إيه هو المكان أو اسمه إيه المكان اللي فيه أشجار كتيرة؟ يلا بينا نقرأ الاختيارات ونترجمها. desert طبعا خطأ، لأن كلمة desert معناها صحراء، والصحراء ما فيهاش أشجار كتيرة. ocean محيط، أكيد غلط. آخر اختيار عندي كلمة forest، وفورست يعني غابة، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. يبقى نقول الجملة بالإجابة: A forest is a place. الغابة هي مكان with many trees. بأشجار كتيرة. Number 4. نقط She cleaned the shelter. يعني إيه؟ هي نظفت المأوى. Then ثم she went to check on the sick people. ذهبت لكي تفحص الناس المرضى. يلا نشوف الاختيارات. أولا أنا لاحظت كلمة then، وzen معناها ثم، من الكلمات اللي بستخدمها في تسلسل الأحداث. والنقط اللي جايبها لي نقط في الأول، أكيد كلنا عرفنا الإجابة. نشوف أول اختيار next التالي. طبعا ما ينفعش يبدأ الجملة بكلمة next التالي. آخر كلمة عندنا finally أخيرا، ما ينفعش يبدأ كلامه بكلمة أخيرا وبعد كده يقول ثم. لما بيستخدم finally خلاص هو كده بيقول آخر حاجة وبيسكت. يبقى أكيد كلنا كنا عارفين الإجابة كلمة first، وكلمة first معناها أولا. يبقى first she cleaned the shelter. في الأول هي نظفت المأوى. then ثم she went to check on the sick people. ذهبت لكي تفحص الناس المرضى. Number 5. I send a message by. أنا بعت رسالة بإيه؟ طبعا الرسائل عندنا نوعين، في رسالة ببعتها في جواب، وفي رسالة ببعتها عن طريق البريد الإلكتروني، يعني عن طريق الأجهزة كمبيوتر أو تليفون. يلا نشوف الاختيارات. أنا بعت رسالة باي جيم بلعبة، طبعا خطأ. باي كاميرا، هبعت رسالة بالكاميرا، طبعا ده كلام خطأ. كلكم كنتوا عارفين الإجابة من الأول، لكن إحنا بنحاول نترجم كل الكلمات علشان نراجع على معاني الكلمات، وفي نفس الوقت بنستبعد الإجابات الخطأ علشان لما نوصل لإجابة نكون واثقين فيها ومتأكدين من إجابتنا وما نغيرهاش. يبقى الإجابة كلمة إيميل، بريد إلكتروني. يبقى I send a message by email، يعني أنا بعت رسالة بالبريد الإلكتروني. Number 6. We have a school نقط، يعني إحنا عندنا إيه مدرسي every month كل شهر. يلا نجرب الاختيارات. We have a school hero. إحنا عندنا بطل مدرسي كل شهر.
طبعا خطأ. We have a school athlete. عندنا رياضي مدرسي كل شهر، برضو خطأ. الإجابة هتبقى كلمة event، وكلمة event يعني حدث، يبقى we have a school event، احنا عندنا حدث مدرسي every month كل شهر. Number 7 I flew my toy نقط، يعني أنا طيرت لعبة إيه in the park في الحديقة. يلا نشوف إيه اللعبة اللي طيرها في الحديقة. I flew my toy video، يعني أنا طيرت الفيديو اللعبة، طبعا خطأ. I flew my toy doll، يعني أنا طيرت العروسة اللعبة، برضو خطأ، مفيش حد بيطير عروسة. I flew my toy drone، يعني أنا طيرت الطيارة المسيرة اللعبة بتاعتي. very good، هي دي الإجابة السليمة. وفعلا في الدرون عاملين منها لعبة ممكن تطيرها في أي مكان وتتحكم فيها عن بعد. نقول الجملة بالإجابة I flew my toy drone، أنا طيرت لعبتي المسيرة in the park في الحديقة. Number 8 be careful، كن حذر. you might not on the ice، يعني أنت ممكن إيه على التلج. يلا نجرب الاختيارات اللي عندنا. trap يعني فخ، وطبعا لو جربنا معناها خطأ. grab معناها يمسك، وبرضه معناها مش مناسب وكلمة غلط. آخر اختيار عندنا هو كلمة slip، وكلمة slip معناها ينزلق أو يتزحلق. أكيد دي الإجابة الصح، وهنعمل عليها circle، وهي فعلا معناها مناسب لجملتنا. يلا بينا نقرأ الجملة بالإجابة. be careful you might slip on the ice، خليك حريص أنت ممكن تتزحلق على التلج. Number 9 she not share her password، هي إيه تشارك كلمة المرور بتاعتها with anyone مع أي حد. أكيد هو هنا بيقول أو عايز يقول هي لا يجب أو مش المفروض إن هي تشارك كلمة المرور بتاعتها مع أي حد. تاني كلمة كان، تستطيع، طبعا الإجابة خطأ، ما ينفعش أقول هي تقدر تشارك كلمة المرور. آخر حاجة كلمة must، وmust معناها يجب، وطبعا خطأ جدا إن أنا أقول يجب إن أنت تشارك كلمة المرور. طبعا الاختيار اللي فاضل هو كلمة want، وهي دي الإجابة السليمة، لأن إجابتنا هنا منفية علشان أقول إن she won't share her password with anyone، يعني هي مش المفروض عليها إن هي تشارك كلمة المرور بتاعتها مع أي حد. Number 10 منى can use phone، هنا بيقول لك منى تقدر تستخدم التليفون نقط she can't use the tablet، وإيه هي ما تقدرش تستخدم التابلت. يلا بينا نشوف الاختيارات اللي عندنا. كلمة but ولكن، كلمة and يعني و، كلمة or أو. طبعا الاختيارات عندنا كلها أدوات ربط، وهو عاوز يعرف أنا عارف قاعدة أدوات الربط ولا لأ، وهعرف أجيب الإجابة السليمة ولا لأ. طب نقول مع بعض. نبدأ بكلمة and ونجرب معناها. and معناها وبستخدمها لما أجي أضيف فكرة، طبعا خطأ. آخر اختيار عندنا كلمة or، وor أداة ربط بستخدمها للتخيير، يعني أخيرك بين حاجتين، وطبعا هنا مش بيخير، فالإجابة خطأ. يلا نشوف كلمة but، يا ترى ينفع نستخدم but في الجملة اللي زي كده؟ فكر معايا. very good، صح، كلمة but هنا مناسبة جدا، وهي الإجابة السليمة، وهقول لك ليه. but بنستخدمها للربط بين جملتين بينهم تناقض، وهنا بقول في الجملة الأولى إن هي تقدر تستخدم التليفون، وهنا بقول هنا ما تقدرش تستخدم كذا، يعني في تناقض. في الجملة الأولى بتقدر تستخدم شيء، وفي الجملة التانية ما بتقدرش تستخدم حاجة تانية، في تناقض، جملة مثبتة وجملة منفية، يبقى كده في تناقض، يبقى كلمة but هي الإجابة السليمة. يبقى منى can use phone، منى ممكن تستخدم التليفون، but she can't use the tablet، لكن هي ما تقدرش تستخدم التابلت. Number 11 I made not breakfast today، يعني أنا عملت فطار إيه النهاردة، والاختيارات كلها عبارة عن ضمائر منعكسة. تعال نشوف الاختيار اللي في النص، كلمة herself، كلمة herself معناها بنفسها،
بستخدمها امتى؟ بستخدمها لما يكون الفاعل في اول الجملة she او اي اسم مؤنث. فطبعا هنا الفاعل مفيش الكلام ده في جملتنا، فهنا الإجابة هتبقى خطأ. آخر اختيار عندنا كلمة yourself، وكلمة yourself بنفسك. كلمة yourself بستخدمها لما يكون الفاعل أو الفاعل عندي في الجملة you، وطبعا هنا الفاعل عندنا في جملتنا مش you. تعال نشوف أول اختيار كلمة myself، وmyself ده بستخدمه لما يكون الفاعل عندي في أول جملتي الضمير I، وفعلا هنا الضمير I، يبقى إجابتنا أكيد صح، ونختار كلنا كلمة myself بنفسي. يبقى I made myself breakfast today، يبقى أنا عملت الفطار بنفسي النهاردة. Number 12 heroes are people، يعني الأبطال هم أشخاص. who are اللي بيكونوا إيه؟ الاختيار اللي في النص سناك، وسناك يعني وجبة خفيفة، خطأ. آخر اختيار seat belt، وكلمة seat belt يعني حزام الأمان، برضو خطأ. تعال نشوف أول كلمة brave، شجاع، طبعا هي دي الإجابة السليمة والمناسبة. يبقى heroes are people who are brave، الأبطال هم أشخاص اللي بيكونوا شجعان. Number 13 don't talk to، يعني لا تتحدث إلى. always stay safe، دائما ابقى بأمان، يعني ما تتكلمش مع مين ودايما خليك بأمان. يلا نشوف الاختيارات. الكلمة اللي في النص كلمة sign يعني علامة أو إشارة أو لافتة، وطبعا خطأ. آخر كلمة عندنا كلمة ruler يعني مسطرة، خطأ برضو. أول إجابة عندنا strangers، وكلمة strangers يعني الغرباء، وكلنا أكيد عرفنا إن الإجابة دي هي الإجابة المناسبة. يلا نقول الجملة بالإجابة. Don't talk to strangers يعني لا تتحدث مع الغرباء. Always stay safe دائما ابقى بأمان. Number 14 My friends not me، يعني أصدقائي بيعملوا لي إيه when I need help لما بحتاج مساعدة. يلا نشوف أول اختيار call، وكلمة call معناها ينادي أو يتصل، وطبعا خطأ. آخر اختيار كلمة want بمعنى يريد، الكلمة مش مناسبة وغلط. تعال نشوف الاختيار اللي في النص كلمة support. كلمة support معناها يدعم أو يساند، أكيد هي دي الإجابة الصح، ومعناها مناسب جدا لجملتنا عشان أقول my friends support me، أصدقائي بيدعموني وبيساندوني when I need help لما أحتاج مساعدة. Number 15 I not for information، يعني أنا إيه عن المعلومات on the internet على الإنترنت. تعال نشوف الاختيارات اللي عندنا. آخر اختيار كلمة داونلود، وكلمة داونلود بحمل، ودي خطأ، ما ينفعش أقول أنا بحمل المعلومات، ما ينفعش. الاختيار اللي في النص اختيار طبعا خطأ وواضح جدا. I play أنا بلعب، طبعا مفيش حاجة اسمها بيلعب بالمعلومات. يبقى I search، وكلمة search معناها أبحث، معناها مناسب جدا لجملتنا عشان أقول I search for information، أنا أبحث عن المعلومات on the internet على الإنترنت. The ocean is big and، يعني المحيط يكون ضخم وإيه. نشوف آخر اختيار كلمة wild معناها بري، طبعا غلط. في الاختيار بي عندنا كلمة فريش، وكلمة فريش معناها عذب أو طازج، وطبعا غلط لأن المحيط مش عذب يعني ميته مش حلوة. أول اختيار كلمة salty، وكلمة salty يعني مالح، وطبعا دي إجابة مناسبة جدا لجملتنا لأن فعلا المحيطات كلها مياه مالحة. يبقى the ocean is big and salty يعني المحيط ضخم ومالح. Number 17 the bird not fly in the sky، يعني الطائر إيه يطير في السماء. أول حاجة هنعملها يا أولاد هنستبعد الإجابات الخطأ. أول كلمتين هنستبعدهم هي كلمة am وكلمة is. هنستبعدهم ليه؟ دولت من verb to be، وverb to be
كل كلماته بيجي وراها الفعل بس بيكون فيها ing، وأنا عندي كلمة fly في المصدر. طب يا ترى إيه الكلمة اللي بستخدمها وبيجي وراها الفعل في المصدر؟ طب يا ترى إيه الكلمة اللي أنت أخدتها وبيجي وراها الفعل في المصدر ومعناها يقدر أو يستطيع؟ very good، كلمة كان. يبقى كان معناها يستطيع أو يقدر. ويلا نقول الجملة بالإجابة: The bird can fly in the sky. الطائر يقدر يطير في السماء. Number 18. I eat نقط tomato. أنا باكل، وجيب لي كلمة tomato يعني طماطماية واحدة. طبعا هي جاية مفرد. مين شاطر يقول لي إيه الكلمة اللي ما ينفعش تيجي معاها مفرد من الاختيارات اللي عندنا؟ very good، some. كلمة some بمعنى بعض ما ينفعش تيجي ويجي وراها مفرد. وآن دول أدوات نكرة، والاتنين ينفع ييجوا قبل المفرد. طيب امتى بستخدم آن اللي في النص؟ بستخدم آن اللي في النص قبل الاسم المفرد اللي بيبدأ بصوت متحرك. طب تعال نشوف كلمة توميتو بادئة بصوت متحرك؟ طبعا غلط. حرف التي مش من الأصوات المتحركة. الأصوات المتحركة الA والE والI والO والU. يبقى طبعا الاختيار ده خطأ، وأكيد هيبقى الاختيار A. وفعلا أداة النكرة A بتيجي قبل الاسم اللي بادئ بصوت ساكن، ومناسبة جدا لجملتنا. يبقى I eat a tomato، يبقى أنا أكلت طماطماية واحدة. Number 19. You not run across the road. أنت إيه تجري عبر الشارع؟ طب الجري عبر الشارع ده شيء صح ولا غلط؟ يعني يجب إن أنا أعمله ولا لا يجب إن أنا أعمله؟ طبعا أكيد غلط، ولا يجب إن أنا أعمله، لأن هعرض حياتي للخطر. يلا نشوف الاختيارات. يبقى دلوقتي هفكر في اختيارات منفية. طب أول اختيار منفي ولا مثبت؟ أول اختيار مثبت بمعنى يجب. هستبعدها، ما ينفعش أقول يجب إن أنا أجري في الشارع أو عبر الشارع. يبقى يا إما mustn't يا إما aren't. تعال نشوف الاختيار الأخير، كلمة aren't، و aren't معناها لا يكون. وطبعا الإجابة دي برضو خطأ، لأن aren't منفية لكن لازم يجي وراها فعل بس يكون فيها ing، وأنا عندي هنا الفعل في المصدر. طب إيه الكلمة اللي لما بستخدمها بيجي وراها الفعل في المصدر؟ very good، mustn't. كلمة mustn't معناها لا يجب. يبقى كلمة mustn't صح علشان سببين. السبب الأولاني إن معناها مناسب جدا للموقف اللي أنا فيه، إن أنا أقول لا يجب أن تجري عبر الطريق. السبب التاني إن هي لما أحطها في النقط هيجي وراها run، ورن هنا فعل في المصدر، وفعلا mustn't من الكلمات اللي لازم يجي وراها الفعل في المصدر. Number 20. I have a phone. أنا عندي تليفون. نقط I don't have a tablet. إيه أنا ما عنديش تابلت. طبعا زي ما أنت شايف دول جملتين، جملة وجملة، والجملة الأولى مثبتة والجملة التانية منفية. وطبعا واضح إن في تعارض أو تناقض، هنا بيقول عندي وهنا بيقول ما عنديش. طبعا أكيد كلكم عرفتوا الإجابة هتبقى إيه، بس إحنا متعودين نقرأ كل الاختيارات ونترجمها ونراجع على معاني الكلمات وقواعدها. آخر اختيار عندنا هو كلمة or، وor بستخدمها للتخيير، وطبعا هنا مش بيخيرني. الكلمة الأولانية هي كلمة and، وand دي بستخدمها لما أجي أربط بين جملتين وبضيف فكرة على فكرة أو بزود فكرة على فكرة. يبقى برضو خطأ، مش مناسبة خالص، وهنا مش بضيف فكرة لفكرة، بالعكس ده في فكرة والفكرة اللي بعدها عكسها. يبقى أكيد الإجابة كلمة but. وفعلا كلامكم صحيح، لأن كلمة but من أدوات الربط اللي بستخدمها بين جملتين بينهم تناقض، يعني عكس بعض، يعني واحدة مثبتة وواحدة منفية، زي جملتنا اللي احنا شغالين فيها كده. ويلا نقرأ الجملة بالإجابة. I have a phone. أنا عندي تليفون. but لكن I don't have a tablet. أنا ما عنديش تابلت. She always not about others. يعني هي دايما ايه بخصوص الآخرين. طب تعال نشوف، نجرب معاني الكلمات وإن شاء الله هنوصل للإجابة الصح. She always drives. هي دايما بتقود. طبعا إجابة خطأ. ما ينفعش أقول هي دايما بتقود بخصوص الآخرين. She always
eats هي دايما تأكل، طبعا المعنى مش مظبوط. she always cares هي دايما بتهتم بخصوص الآخرين. very good. ويلا نقول الجملة بالإجابة. she always cares about others هي دائما تهتم بالآخرين.